السلام عليكم متابعينا الكرام، ندعوكم للاشتراك في القناة والضغط على إشارة الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. نقدم لكم عبر موقع الحقيقة سبورت خدمة النقل المباشر لمباراة الهلال السعودي والوداد المغربي. وتشهد بطولة الأندية العربية الأبطال اليوم منافسة مثيرة وحماسية بين أبرز الأندية الكروية العربية. وفي هذا السياق يشارك فريق الهلال السعودي في المجموعة الثانية ويسعى جاهدا للتأهل إلى ربع نهائي البطولة، على الرغم من أنه حتى الآن لا يملك سوى نقطة واحدة. يدخل الهلال السعودي المباراة الأخيرة ضد الوداد المغربي وهو بحاجة ماسة لتحقيق الفوز ليصل إلى 4 نقاط. إذ نجح الهلال في تحقيق الانتصار فسيكون لديه فرصة جيدة لخطف إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل من المجموعة، بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى في ذات المجموعة. أما فريق الوداد المغربي فإنه يملك فرص حقيقية للتأهل أيضا إلى ربع نهائي البطولة. حاليا يتساوى في عدد النقاط مع فريق أهلي طرابلس، وفي حال هزيمة الفريق الليبي أمام السد القطري يكفي الوداد التعادل في مباراته ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية ويتأهل. تتوقف أمال الوداد المغربي في التأهل على نتيجة مباراته في الجولة الأخيرة، فإذ نجحت في تحقيق الفوز سيتأهل مباشرة إلى ربع نهائي البطولة، وسيتحدد مركزه في جدول الترتيب بناء على نتيجة المباراة السد القطري وأهلي طرابلس الليبي. فقد يتأهل الوداد إما في المركز الأول في حال فوزه على الهلال، أو في المركز الثاني في حال تعادله مع الهلال. تجدر الإشارة إلى أن مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي ستكون حاسمة بالنسبة لكلا الفريقين، وستكون المواجهة مثيرة، حيث سيبذل كل فريق قصارى جهده للفوز وضمان التأهل للدور الثاني في البطولة العربية للأندية الأبطال 2023. على مدى التاريخ شهدت بطولة الأندية العربية الأبطال العديد من المباريات النارية والمثيرة، وتظل هذه المباراة بين الهلال والوداد من أبرز المواجهات في البطولة، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء تنافسا قويا وإثارة كبيرة، وسيكون الأداء القوي من أجل الفوز والتأهل في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة العربية. تحياتي لكم وإلى اللقاء.